ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهارده كيك الطاسه باسهل طريقه وابسط المكونات، وحلوه قوي واسرع من الفرن بكتير. هتعجبكم ان شاء الله، مش تاخد منكم وقت، وهشه وجميله وخفيفه قوي معانا. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. وقبل ما نبدا هقول لكم على معلومه مهمه: كل المكونات اللي معانا بدرجه حراره الغرفه، ودي نقطه مهمه جدا. اول حاجه معانا هي بيضتين بدرجه حراره الغرفه، وباكت من الفانيلا، كوبايه الا ربع من السكر. هنقلبهم كويس قوي كتير لحد ما تعمل فوم كده ويبقى لونها ابيض، وتحس ان القوام اتضاعف معانا بالشكل اللي قدامك ده. بيبقى لونها ابيض وتحس ان عمل فوم والكميه اتضاعفت. بعد كده هننزل معانا بكوبايه من اللبن. ممكن تعملي ان نص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. بعد كده معانا معلقه صغيره من الخل، نص كوبايه من الزيت. هنقلبهم كويس قوي بقى. دي كلها المكونات السائله اللي معانا هنقلبها كويس. وبعد كده نكون مجهزين كوبايتين من الدقيق منخولين كويس. هننزل باول كوبايه، وبعد كده ننزل بتاني كوبايه، وننزل عليهم بباكت من البيكنج باودر. عليهم كده. على فكره ممكن تعمليها بالكاكاو عادي، تحطي عليهم معلقتين كاكاو، وتنزلي بذره من الملح، لا هي ربع معلقه ولا تمن معلقه، يعني تمن معلقه كده كويس. بعد كده هنقلبهم بالراحه. الكيك بتتقلب بالراحه عشان الهواء اللي جوه ما يخرجش منها. بعد كده بعد ما نقلبهم كويس قوي، هو ده القوام المظبوط، لا احتاجت دقيق ولا اي حاجه. بس برضو على حسب نوع الدقيق بتاعك. انا الكوبايتين اللي معايا طلعوا مظبوطين قوي والقوام طلع مناسب. على حسب برضو البتاع الدقيق بتاعك. بعد كده هجيب الصينيه، احط فيها معلقه من الزيت واوزعها كده في كل الجوانب، عشان كمان الدقيق لما تنفش معانا او يتضاعف حجمها ما تلزقش. بعد ما اوزع الزيت كويس قوي في الصينيه، هحط عليها الكيك بتاعنا او الخليط اللي احنا عملناه، وعلى بوتاجاز مش في الفرن، على البوتاجاز لمدة نص ساعة. هي خدت معايا نص ساعة بالظبط على البوتاجاز من فوق. هتحطيها على العين وتوطي النار تماما، ما تعليهاش ولا تفتحي عليها قبل النص ساعة. وبعد كده هجهز الكريم شانتيه. هحط نص كوباية من الكريم شانتيه، ربع كوباية من السكر، وكوباية الا ربع من اللبن المتلج او المية المتلجة، ودي نقطة مهمة. وبعد نص ساعة على نار هادية جدا الكيك استوت معانا. خدي بالك ان الكيك لما بتستوي على البوتاجاز من فوق وشها مش بيتحمر، بيبقى لونه ابيض كده. بس استوت معانا، وعايزه اقولك هشه جدا، اللهم بارك. هشه وحلوه وخفيفه. اهو قوامها ما شاء الله. ده ضعف على حسب برضو الصينيه، يعني انت لو عملتيها في صينيه كبيره السمك هيبقى صغير، عملتيها في صينيه رفيعه السمك هيبقى الضعف. بعد كده بقى هنعمل الكيك البارد او السريع. هنحط طبقه من الكيك بعد ما نفرمه كده بشوكه او بمضرب او اي حاجه خلاط. وهنحط طبقه من الكيك، عليها طبقه من الكريم شانتيه، عليها طبقه من الكيك والكريم شانتيه. والوش بقى زينيه باي حاجه، ممكن شوكولاته شيبس، ممكن فراوله، مانجا، اي حاجه، مكسرات، جيلي، اي حاجه براحتك. وتحطيه في اي كوبايات بقى عندك او صينيه، او ممكن في نفس الصينيه تحطي عليها كريم شانتيه وتحطي عليها الشوكولاته. عايزه اقولك كيكه الطاسه دي ما خدتش معانا وقت نهائيا، حلوه قوي وسريعه وموفره. ان انتي بدل ما تسخني الفرن وتستنى ما يسخن وتحطي الكيك وتستنى ما يبرد، لا، على البوتاجاز بتحطيه على البوتاجاز على نار هاديه جدا لمده نص ساعه. وبعد نص ساعه تسيبيها كده 10 دقايق لوحدها على جنب لحد ما تبرد خالص. وعايزه اقولك طعمها حلو ولذيذ واسهل من الفرن بكتير. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا. عايزه اقولك طريقتها هشه اللهم بارك، حلوه وهتعجبكم ان شاء الله. وفي كمان انا عملت لكم قبل كده الكيك اللي سمكها رفيع ديت بمقادير ب3 معالق دقيق، هتلاقيها على الصفحه. وبس كده خلصنا. اتمنى ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك وكومنت، عشان دعمكم بيفرحني وبيساعدني ان انا اكمل اكتر. واللي عايز وصفه معينه يقول لي. باي باي.